السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اليوم كما شفتوا في عنوان الفيديو حبيت نهضر لكم على فراشي الوجه اللي انتشرت مؤخرا. بدات بهذا النوع نتاع لاميا 2، وايضا خرجوا بزاف، كاين براون فيليب، يعني بزاف اللي خرجوا فراشي وجه الكترونيه. من بعد خرجت هاد لا كوبي، يعني كانت ماركة صينية، وانا بكل صراحة هي اللي عندي ودرت لكم عليها فيديو راح نخليه لكم في صندوق الوصف. ومن بعد تاني كانوا هاد الفراشي يعني اليدوية، يعني كاين عدة انواع نتاع الفراشي. واخيرا اخر صيحة كما نقولوا هي نتاع لافوريو، ولكن غالية بزاف بزاف بزاف، يعني 200 اورو. مش اي واحد يقدر انه تكون عنده، ولكن الحمد لله يعني داروا لا كوبي، وانا جربت لا كوبي وراح نهضر لكم عليها، ونعطي لكم ايضا الحل اللي هما هاد الفراشي بالسيليكون اليدويه اللي جربتهم ايضا. اذا نبداو بالفيديو، واول فرشاة اللي هي درت لكم ديجا عليها فيديو وراح نخليه لكم في صندوق الوصف، الا وهي الفرشاة هذه كيفاش نسموها يعني. إذا هاد الفرشاة راها عندي في أكتر من 3 سنوات، والحمد لله يعني لقيت لها فرشاة تاعها، وأنا دايما نعاود نستعملها ونعقمها يعني عادي، واستعملتها ولا مرة كان عندي مشكل معاها. فيها دو فيتاس، يعني تقدر تشعلوها وديروا فيتاس صغيرة وفيتاس كبيرة، ويعني نلقى أنه يعني الشعر تاعها رطب ومناسب للبشرة. مع العلم أنا عندي بشرة دهنية سهلة الاستعمال، يعني شوفوا يعني صغيرة خفيفة، ما تحسوش كامل بها، ماشي يعني حاجة ثقيلة اللي تغبنكم. تقدروا تغسلوا وجهكم وتنقوا وجهكم بكل سهولة وبكل بساطة. أيضا بزاف اللي يقولوا بلي تاكل لي بيل، لا بكل صراحة أنا ما غبنتنيش كامل في لي بيل، يعني كنت ندير 2 بيلات كانوا يشدوا لي مدة كبيرة. من بعد هذه ما عندي واحد مدة الشهر بديت نستعمل، كنت نقول بلي هاد الفرشاة بديت نستعملها هذه مدة الشهر، وصدقوني هايلة بالبزاف. فيها واحد الشعيرات رقيقة مش ولا يتبان لكم في الكاميرا، وكاين ايضا في لو بوت تاعها كامل في الطرف كاين شعيرات خشينة. هادوك سبيسيالمون انا نستعملهم للانف، لان نعرفوا بلي الانف مزيت اكتر شوية من باقي الوجه، وتشعل منا في الوسط. كي تشعل راح تشعل الضوء. من بعدها فيها 6 فيتاس، راكم تشوفوا هنا كاين زائد، وديك الزائد تزيدوا لا فيتاس تاعها، وبالناقص تنقصوا لا فيتاس. انا ننصحكم انكم تبداو بلا فيتاس صغيره، ويوم عن يوم تزيدوا حتى تولوا في لا فيتاس الكبيره، يعني ما تبداوش مباشره بالفيتاس الكبيره. ويعني انا بكل صراحه لاحظت واحد الحاجه بها، لاحظت انه مسامات وجهي صغارت. من غير هاد الشيء ما لاحظت حتى حاجه، ولكن يعني فقط المسامات راهي حاجة كبيرة. التنظيف يعني ايضا بالفرشاة القديمة تاعي كنت نشوف نفس التنظيف، نعاود نجوز نفس الشيء. وهنا نوريكم منين تتشارجا، وشارجيت هاي ودت واحد الساعة. من بعدها راني نستعملها دوكا دايما دايما. وتاني شريت هذه من عند بلو بلون، شريتها ب35,000، ونظن راكم تلقوهم كامل. تاني شفتهم عند كيكو، هادو جايين جايين كيما البيوتي بلندر، دايوغ داخل فيهم ايبونج، تشمخوهم تعصروهم، ديروا شويه لو برودوي تاعكم من الفوق، وراح يخرج لكم الصابون من هذوك التقابي. وين كاين ايضا تاني واحد الشعيرات دقيقه جدا، مالوغوزمون مامشي يبان لكم، فوالا هامليك دقيقه ادق من تاع لا فوريو، ويحكوا تخي تخي بيان. ديروا بهم واحد دي موفمون سيركولار، ديروا بهم حركات دائريه وينظفوا. ولكن هذه اللي منا مكتوبه في هذيك لاكاتالوج تاعها باللي تقدروا ديروها بها مساج، انا بكل صراحه ما درتش بها مساج. اذا هذه هي لا فيديو، نتمنى تكون عجبتكم، نتمنى تكون فتكم. يعني فقط حبيت نهضر لكم على التجربه تاعي البسيطه والصغيره فقط بهذا الفراشي. انا كما قلت لكم هذه مده وانا نستعمل الفرشاه الاولى هذيك الورديه اللي شريتها ب150,000 او اقل، والله ما تذكرت. من بعد شريت لافوريو ايضا ب150,000، وايضا حسيت انها كمام، يعني ما حش نقولوا ماهيش مليحه. ما قارنتهاش بلا فري، ما جربتش لا فري باش نقول لكم، ولكن حتى هذيك لا كوبي تاع 150,000 مليحه، يعني تؤدي الغرض. تشمخوا وجهكم، ديروا لو جل نيتوايون تاعكم، تاني سا ديبون على حساب لو جل نيتوايون تاعكم. الا كان
اسفه من النوعيه المليحه راح يعطي لكم نتيجه، واذا كان مش مليح ايضا ما راح يعطي لكم نتيجه. واخر حل يعني اللي فريمون عندهم بيدجي صغير بزاف، كاين فراشي تاع الانف سبيسيال يجو كيما فرشه الاسنان بالسيليكون، وايضا كاين هذوك اللي وريتها لكم اللي ديروا فيها لو برودوي تاعكم وراح يخرج لكم وتحكوه تري تري بيان. وهذا هو فيديو تاع اليوم. إذا نتمنى الفيديو يكون عجبكم، إذا نال عجبكم ماذا بكم تشجعوني بلايك وتشتركوا في قناتي، وفي الإنستغرام تبعوني وخلوا لي تعليق واش من فرشات تعجبكم وجربتوها، ونقولكم تبقاو على خير وبسلامة.